السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ هنتكلم في فيديو النهارده عن موتوسيكل هوجن زد 250. الموتوسيكل ده هو البديل للاف 250 بعد شويه تعديلات على الموتوسيكل، وهنتعرف في فيديو النهارده على كل مواصفات الموتوسيكل، وهنشوف التعديلات المضافه هل هي كويسه ولا لا، وهل الموتوسيكل ده افضل حاجه في فئته السعريه ولا في افضل منه. ده اللي هنعرفه، تابع معايا الفيديو. اولا حابب اشكر كل اللي كتب لي تعليق ايجابي او كلمه حلوه وبيشجعني اني اكمل. بحبكم في الله، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. علشان ما اطولش عليكم، ما تنساش تصلي على الحبيب محمد وتدعو لاخواتنا، ويلا بينا نبدا الفيديو. اولا الشكل والتصميم. الموتوسيكل بيجي بتصميم رياضي لجذب فئه الشباب زي ما كنا متعودين في فئه الاف، بالشكل الهجومي المميز، مع اضافه شويه تعديلات زي الكشاف والعداد الديجيتال والشكمان التيربو المعدل وكساحه خلفيه. كل الحاجات دي زودت من شياكه وجمال الموتوسيكل. ننتقل للموتور. الموتور في الموتوسيكل بيجي 250 سي سي بقوه حصانيه تصل ل 17 حصان على كتينه مع حدافه اتزان، وده مخلي صوت الموتوسيكل ناعم مع السرعات العاليه. والموتور بيجي 1 سلندر 2 صباب ومزود ببوجيه واحد وفتحه شكمان واحد. لكن الاضافه الجديده اللي زودوها في الموتور انه مزود بسربنتين الزيت لتبريد زيت الموتور وتحسين الاداء. وايضا من التعديلات اللي اضافوها في الموتور انه بقى 6 غيارات بدل ما كان 5 غيارات في الاصدار القديم، وده هيدي روح للموتوسيكل وهيقلل معاك الار بي ام على السرعات العاليه، فهيقلل استهلاك البنزين وهيخلي صوت الموتور اهدى. والموتور بيتحط له زيت لزوجه 10 دبليو 40، وكميه الزيت هي لتر و100 مللي. انا عارف ان في الاصدار القديم كان بيتحط له 1 لتر من الزيت، لكن بسبب سربنتينة الزيت والخراطيم الزياده يفضل انك تزود من 100 ل 200 مللي، فللاحتياط حط لتر و100 مللي من الزيت. ننتقل للمساعدين. الموتوسيكل بيجي بمساعدين اماميه عدله، كنت اتمنى ان هي تكون مقلوبه، كانت هتبقى افضل، لكن نتمنى انهم يعدلوها في الاصدار الجاي. والمساعد الخلفي مساعد نص كويس جدا وهيديك ثبات خصوصا على السرعات، والمناورات هتديك اداء محترم. ننتقل للفرامل. الموتوسيكل هنا بيجي بفرامل اماميه وخلفيه باكم ديسك، ودي ادائها محترم على الطريق، لو حصل اي شيء مفاجئ لا قدر الله هتقدر توقف الموتوسيكل بسرعه. وننتقل لكاوتشات الموتوسيكل. الموتوسيكل هنا بيجي بكاوتش امامي مقاس 90 وكاوتش خلفي مقاس 130، هم نفس الكاوتشين الموجودين في الاف 250، مفيش اي تغيير. ننتقل للاضاءه. الاضاءه في الموتوسيكل هنا بتيجي ليد بالكامل، وتم تغيير وتعديل الكشاف الامامي عن الاصدار القديم، وبقى شكله محترم جدا ورياضي. وبرضه نقلوا مكان الاشارات كانت في الموديل القديم على اجناب التانك، لكن في الاصدار الجديد عدلوا مكان الاشارات بجانب الكشاف، واظن ان كده الشكل بقى مكتمل واحسن. وخلوا مكان الاشارات القديم عباره عن لمبات ليد للاضاءه، لكن ادائها مش افضل حاجه. كده يكون اتكلمنا عن التعديلات اللي تم تعديلها في الموتوسيكل. تعالوا نتكلم بقى عن التعديلات اللي كنت افضل ان هي تكون موجوده في الاصدار الجديد. اولا كنت اتمنى ان يتم تعديل القرون الخلفيه، وان هي تبقى شبكه خلفيه علشان تدي راحه اكبر للراكب الخلفي. ثانيا كنت اتمنى برضو انهم يضيفوا شبكه حريم عشان لو هتاخد زوجتك او والدتك وراك. فالموضوع حاليا هيكون صعب شويه بسبب ان مفيش الا الدواسات الخلفيه الدبابيس، وده بيكون مش افضل حاجه. ثالثا كنت افضل انه يتم تعديل المساعد الامامي ويكون مساعد مقلوب علشان يدي ثبات اكتر على الطريق، ومع السرعات العاليه كان هيأدي افضل من المساعد اللي موجود حاليا. نيجي للسؤال الاهم، هل الموتوسيكل ده دلوقتي يستحق الشراء؟ المشكله يا عزيزي ان الموتوسيكل دوت سعره مش ثابت في الفتره الحاليه. يعني الموتوسيكل اول ما نزل كان سعره 54,000 جنيه، حاليا بتتكلم في 62 ل 65,000 جنيه. لكن هو موتوسيكل ممتاز جدا، والتعديلات الجديده تعديلات حلوه وخلت الموتوسيكل اداؤه افضل على الطريق وامان اكتر. فلو حابب تشتري توكل على الله، وان شاء الله هيكون في مراجعه قريبه جدا على باقي الاصدارات الجديده الاتش 250 والتي اكس 250. فتابعني وما تبخلش عليا بلايكك الجميل. وبس كده، دي كانت كل حاجه في فيديو النهارده. اتمنى اكون فدتكم في الفيديو، ولو عندك اي استفسار او طلب اكتب لي في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك. دمتم في امان الله.